السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. اليوم جبت لكم وصفه الكسره المحشيه سهله وسريعه وتوجدوها في وقتها، واهم حاجه بزاف بنينه. هنا نبداو على بركه الله بالعجينه. هنا راح نطبقوا العجينه وفي نفس الوقت راح نمد لكم المقادير باش نختصروا الوقت. هنا في ريسيبيو عندنا 3 كيلات سميد رطب. نتوما استعملوا السميد اللي متوفر عندكم، ما يهمش. انا هنا استعملت سميد ماما واللي نخدم به انا. هنا استعملت هاد الكيله خرجت لي كونتيتي كبيره. انا هاد الكونتيتي خرجت لي 3 متوسطين. نتوما تقدروا تقسموا الكيله، تقدروا تنقصوا. تستعملوا كيله صغيره تقدروا تقسموها في النص. انا عندي 4 مغرفات تاع خميره الخبز بس ديجا سخانه، ما تسحقوش بزاف خميره. انا عندي نص ملعقه تاع الملح باش ما تجيناش مسوسه، وعندنا كاس الا ربع تاع الزيت. انا استعملت كاس تاع 220 مليلتر. كاس الا ربع تاع الزيت. نتوما تقدروا تنقصوا، تقدروا ديروا غير نص كاس. انا حبيتها تجيني مبصه، سي بوغ سا استعملت هذه الكميه. دوكا نبسوها بيدينا، نبسوها بيان، نحكوها بين يدينا باش الزيت تدخل في السميد كما راكم تشوفوا. ندلكوها بيان، نحكوها بيان بيدينا بهذا الشكل. حنا هاد المرحله هي اللي تشد لنا الوقت بزاف. كما راكم تشوفوا هنا لازم نتحصلوا على هاد القوام. شوفوا كيفاش راهي. انا خلاص بسناها. هنا نزيدوا الحليب. هنا اذا ما عندكمش الحليب تقدروا تزيدوا الماء، بصح بشرط لازم ديروا مغرفه تاع اللحظه. انا ما عنديش اللحظه، استعملت الحليب. انا درت لي بالضبط كيسان ونص تاع الحليب. انا درنا الكاس الاول ما تلمش، الكاس الدوزيام كيف نسيو نلموها بالعقل. بهذه الطريقه. هنا الحليب ما تقيدوش بنفس الكميه، بس كاين سميد يشرب كاين سميد ما يشربش. اذا كان عندك سميد يشرب بيان سور راح تستعملي كتر. اذا كان عندك سميد ما يشربش استعملي قل. انا ما تلمتليش، زدت نص الكاس الاخر، بصح ما نزيدوش دفعه واحده. نبداو نرشوا بالعقل حتى تتمسك، بس بيسك كابابل تستعملوا اقل كما قلت لكم من قبل. بهذا الشكل. اذا كان عندكم ريسيبيون اوسع استعملوا ريسيبيون اوسع احسن باش تجيكم سهله. انا دوك نزيدو الحليب بس مازال ما تلمتليش. بهذا الشكل. نسيو نلموه بالعقل برك ما نعجنوش، بس السميد ما يتعجنش، قصدي في الكسره باش تجينا خفيفه. انا المهم قلت لكم الحليب نقعدوا نرشوا فيه بالعقل ما نزيدوش دفعه واحده باش ما تجيناش تلاصق العجينه. هذا السميد ماشي كيما الفرينه. بهذا الشكل. انا بعد ما لميتها كامل ونكونوا دلكناها شويه حتى نتحصلوا على هاد النتيجه. ما تكونش العجينه جاريه، ما تكونش تلاصق، وما تكونش يابسه بزاف، تكون عاديه قسمه مهم طريه العجينه. هنا نزيدو مغرفه تاع المارغرين، وهاد العفسه اختياريه، يعني اللي عنده يزيد، اللي ما عندوش ما كان له يعني. بصح هي في حد ذات لها كوب بزاف هايل مع الاخر. نزيدو ندلكوها شويه باش تدخل المارغرين في العجينه بهذا الشكل. ما نعجنوهاش، ندلكوها. هكا تماما حتى دخلنا كامل المارغرين في العجينه. هنا نقسموها. انا قسمتها على 6 كريات، انا قسمتها على 3 وكل كريه قسمتها في النص. انا باش ندلي 3 هكا بهذا الشكل.
الاخرين ثاني زدت قسمتهم بهذا الشكل، نديرو هذا شكل دائريه ونخلوهم يرتاحوا. هنا نكمل كامل الكميه اللي عندنا، نكورها بهذا الشكل ونولي لكم. هنا شوفوا كيفاش درتهم خرجوا لي 6 كما قلت لكم، صغار متوسطين يعني، ونخلوهم يرتاحوا، نغطوهم نخلوهم يرتاحوا. نغطوهم مليح. انا نخليهم يرتاحوا. مع الوقت اللي ندير فيه انا الحشو اختياري، ديروا واش عندكم نتوما، واش متوفر عندكم نتوما. انا هنا جبت مقله دهنتها بالزيت، درت لها كميه تاع الدهن اشي. اللي ما عندوش ما يديرش نورمال، ديروها بلا دهن يعني، ولا اللي عنده الدجاج يدير الدجاج، واللي عنده كيف يقدر يدير. انا عندي زوج حبيبات بصل متوسطين، قطعتهم مربعات. تقدروا تقطعوهم شرائح عادي كيما تحبوا. اسونسيال الحشو اختياري، العجينه تبقى كيما راهي والحشو اختياري. هنا كيف عندنا زوج حبيبات طماطيش كيف ضربه مربعات. عندنا الملح، نزيدوا الملح. انا هنا ما درتش لي زيت، درت غير الملح. عندنا ثاني نزيدوا مغرفه طماطيش تاع الباطا، ومغرفه هريسه كيف اختياري. اللي يحب الحار يديرها، اللي ما يحبش الحار ما يديرش. جينيرالمون هاد الوصفه تاع الهريسه، اللي ما عندوش الهريسه ولا ما يحبش الهريسه ما كان له يديرها. مي جينيرالمون هاد لاغوسيت تجي حاره. انا زدت الهريسه، نحركوها ونحطوها. طيب انا بعد ما طابت لي الحشو تاعي حنزيد له كميه تاع الجبن. كيف الجبن اختياري، اللي يحب اللي عنده يزيد، اللي ما يحبش ما يزيدش. انا تقدروا تزيدوا المعدنوس، تقدروا تزيدوا الزيتون الكحل، تقدروا تزيدوا الزيتون الاخضر، واش عندكم واش متوفر عندكم ديروه. انا هنا زدت كميه تاع الجبن ونحركها باش الجبن يذوب. هنا نجيبوا العجينه تاعي فوق بابي كويسون باش تجيني سهله باش نرفدها. هنا لازم نحلها السمك تكون شويه رقيقه، بس فيها الخميره راح تطلع شويه. هنا حليتها، شوفوا كيفاش جاتني رقيقه. نديروا لها كميه من الحشو هكذا ونمشيه بهذا الشكل. انا ما نعمرهاش بزاف باش ما تفتحليش فوق الطاجين. هنا نجيب كرايه واحده اخرى باش نحلها ونديرها فوقها. كيف نحلوها رقيقه كيما الاخرى ونقلبوها فوقها. نسيو نغلقها في الحواف مليح باش ما تتفتحليش في الطاجين بهذا الشكل. ونغلقوها. هنا دوك انا زدت نغلقها بالفرشيطه مليح باش نتاكد، وثاني باش يجي الشكل تاعها شباب في الحواف. نتوما غلقوها كيما حبيتو، تحبوا بصباطيكم تحبوا بالفرشيطه كيما تحبوا. المهم لازمش تفتح هنا في الطاجين باش يجي الشكل تاعها شباب بهذا الشكل. وهنا لازم اهم حاجه لازم تقبوها بالفرشيطه في الوسط باش ما تنتفخلناش. انا باش خرج كامل هو اللي كاين لداخل.
نتقبوها وندوها للطاجين. نبدا ببابي كويسون. علاش حنا حلينا فوق بابي كويسون؟ باش تجينا سهله. انا عندي بعد ما درت الطاجين تاعي يسخن ديتها للطاجين ونقلبوها ونطيبوها من كامل الجهات. المهم لازم لا تكون مهيله باش طيب لنا لداخل، ما تقعدناش نيه. انا بعد ما طابت لي شوف الشكل ما شاء الله. نتمنى تكون نالت اعجابكم الوصفه تاع اليوم. متنساوش تكتبوا لي ارائكم في التعليق، وما تنساوش ديروا لي جيم وابوني للصفحه باش يوصلكم كل جديد.